في صحيح البخاري يقول عبد الرحمن بن عوف قد كان من المهاجرين، لما قدمت إلى المدينة آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فجاء سعد بن الربيع الأنصاري إلى عبد الرحمن بن عوف المهاجري فقال له: هلم أقاسمك مالي إلى نصفين ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقام عبد الرحمن بن عوف وشكر سعد بن الربيع على صنيعه وموقفه وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. في هذا الحديث فائدة. ترى الأخوة والصداقة الحقيقية تظهر في وقت الشدائد وليس في وقت الرخاء. يقول الشاعر شالح بن هدلان الحطاني: أنا رفيقك في الليالي المعاسير، ولا الرخاء كل يسد المكان. مواساة الأخ والصديق في حال شدته بما نستطيع فعلا وقولا، هذا كله ما يحبه الله ويرضاه. في مسند أحمد يقول عثمان بن عفان: كان صلى الله عليه وسلم يواسينا بالقليل والكثير، يعني يقدم لأصحابه ما يستطيع لرفع الشدة عنه. الأيام تتقلب على من هم حولك من إخوانك وأصدقائك وأقربائك، فكن أنت الظهر والسند، كن مصدر إسعاد لمن هم حولك، ارفع الهم عنهم، فرج كربتهم. فائدة ذكرها ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لا أقولن قولا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أتركه في همه وحزنه. وفي قول عمر هذا فائدة، أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما أن يحدث بما يضحك سنه ويشرح صدره. سأتحدث عن معيارين من معايير اختيار الأخ والصديق الحقيقي الذي يسرك في الرخاء والشدة. المعيار الأول حسن علاقته بالله. إذا فرط في حق أول منعم عليه وهو الله فكيف بك؟ فإن كان مضيعا لحق الله الذي خلقه وأوجده من عدم ورزقه، من باب أولى أن يضيع حقه. من أنت؟ المعيار الثاني أن يكون بارا بوالديه، لا تصحب العاق. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تصحبن عاقا فإنه لن يحسن إليك وقد أساء لوالديه. صدق. ختاما، في سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه.